السلام عليكم. اهلا بكم معنا في رحله ممتعه ان شاء الله في عالم الموشن جرافيك وال3 دي انيميشن. موشن جرافيك انستراكتور احمد أدرس. هنتعرف مع بعض في الكورس ده على مراحل تصميم وتحريك ايدنتيتي متكامل او الهويه البصريه لقناه فضائيه او قناه يوتيوب احترافيه بكل عناصرها، بدايه من اللوجو انيميشن، عدنا، سنعود، بعد قليل، الاند بيتش او تشاهدونه في الاوقات التاليه. البدايه هتكون من تصميم اللوجو او شعار القناه فري هاند، ثم في برنامج ادوبي إليستريتور او فوتوشوب تجهيز الطبقات للتحريك في برنامج سينما 4 دي اللي هنتعرف فيه على خصائص هامه في التجسيم ثلاثي الابعاد، اهم خصائص قائمه موجراف المسؤول عن التكرار والتحريك المتعدد والتلاعب بالاجزاء. هنتعرف على اللايت سيت اب او خصائص الإضاءة، إنشاء وتجهيز ماتيريال، خصائص الكاميرا أنيميشن، وأخيرا وليس آخرا تجهيز البروجكت للتصدير أو الريندر سيتنج. هنتعرف إزاي نصدر كل عناصر العمل من السينما 4 دي إلى الأفتر إفكت، بداية من شاشات العرض والكاميرا أنيميشن والإضاءة، وفي الأفتر إفكت هتكون آخر محطتنا لعمل كومبوستنج وإضفاء اللمسات الجمالية على العمل والتعامل مع الطبقات المختلفة وإضافة المؤثرات البصرية والصوتية والكالر كوركشن أو تعديل الألوان، ثم تصدير العمل بخصائص تتناسب مع جهة العرض سواء كانت قناة فضائية أو قناة يوتيوب. بنفترض في الكورس ده أن الشخص الراغب في دخول عالم الموشن والجرافيك أنيميشن ليس لديه أي خلفية مسبقة بهذا العالم. الكورس هيشرح بشكل عملي تنفيذ ايدنتيتي قناة الصباح الفضائية اللي شرفت بالإخراج والتنفيذ لكل عناصرها البصرية مع فريق عمل موقع موشن جلف للإنتاج الإعلامي. أتمنى لكم معنا رحلة ممتعة والتوفيق للجميع.